من مسجد يوسف الصحابي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عرفنا بنفسك. مصطفى محمود عثمان من سوهاج. حد عنك يا عم. طيب، انت اول حاجه جيت عرفت المسجد ده ازاي؟ والله عن طريق النت، يعني انا كنت دخلت على الموقع كده فجأة كده ببحث عن خطب مصطفى حسني وكده، فلقيت منتدى مصطفى حسني كاتبين يوسف الصحابي بيجي كل اربع في مسجد يوسف الصحابي، والكلية بتاعتي انا قدام يوسف في المسجد، فعرفت يعني من الموقع. طب وانت بتحب تيجي كل مرة بنواظب على الدروس؟ الحمد لله مواظب كل مرة، كل اربع على طول لازم ابقى هنا. اكتر حاجة بتستفيدها في الدروس؟ اكتر حاجة بستفيد من الدروس القصص، وباخد منها عبر، يعني بيحكي عن الصحابة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبستفاد يعني من القصص، باخد منهم عبر، وبكتب المواعظ والشعر اللي بيقولها مصطفى حسني، فبكتبها وباخد منها، والحمد لله بطبقها في الحياة يعني. واحسب بعد الدرس؟ الاحساس بعد الدرس يعني بتعملي زي ايه، زي غسل قلب، يعني من الاربع للاربع، زي الجمعة للجمعة، زي خطبة كده، يعني بتغسل اذا كنت عملت ذنوب والكلام ده، بحاول ابطلها كل فترة وفترة، كل اربع، من الاربع للاربع، بحاول يعني مثلا الصحوبية دي، يعني كنت بسمعها على التلفزيون الصحوبية وكده، فالحمد لله بطلت حكاية الصحوبية. وثاني شيء السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بيكم؟ محمد محمود. ابراهيم وسام. تحضروا من زمان ولا لسه فترة قريبة؟ حوالي سنتين كده. تقريبا من ساعة السادة يعني الحمد لله. يعني بقالكم فترة، من بقالكم طويلة. بتستفيدوا ايه من التريننج ده؟ الدرس اول من ساعة ما حضرت يعني؟ هو الدرس بالنسبة لي كان يعني كشحنة إيمانية كده أسبوعية، فباخدها عشان أكمل بقية الأسبوع يعني. صح. هو يعني معظم دروس الشيخ مصطفى حسني يعني بتبقى عبارة عن وقائق، اللي هو بتخلي الواحد يعني ينتبه لدينه وكده، وكنت برجع اصلا اسمع بقى شيخ كبار وكده، يعني بنتبه للدين اكتر يعني. بس تركيزها على مصطفى بس ولا على غيره؟ لا، بنركز طبعا على غيره طبعا، يعني هو انا الاول خالص لما كنت باجي كنت مصطفى حسني بس. كان الاول برضه مصطفى حسني بس، بعد كده بقى بدات اسمع دعاة تانيين والشيخ كبار. تقدر حد غيره ولا هو؟ لو في مثلا ندوة المعز او حاجه زي كده، وفي برامج في التلفزيون بقى، دي برضه تعتبر زي ندوة بس. هو حقيقة كان الشيخ هاني حلمي، وطبعا من البرامج طبعا. بعد الدرس ما كنت ايه احساسكم بعد الدرس ما كنت ايه؟ والله انا بفرح قوي لما اشوف ان ليا اصحاب كتير قوي بيساعدوني ان انا اجي الدرس وكده بس يعني انا بحس اني برتاح يعني من اللي عملته في الاسبوع. ليك اصدقاء المسجد ولا من بره بس؟ هم بيجوا معاك؟ الحمد لله ليا. زمان ما كنتش اعرف حد خالص اول ما جيت، دلوقتي الحمد لله اعرف الحمد لله ناس كتير جدا. هو انا اعرف يعني، انا عرفت ناس كتير جدا من المسجد هنا ومن بره يعني الحمد لله. كان مصطفى حسني ياما بيقول يعني ان انتوا تدعوا الناس وكده، يعني في ناس جت يعني عن طريق الحمد لله بفضل ربنا يعني.